السلام عليكم. لو انتي اول مرة تدخلي قناتي ما تنسيش تعملي اشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد بننزله. دمتم ملكات مع ليالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ دمتم ملكات مع ليالي. النهاردة هنتكلم عن وصفة حلوة جدا ومفيدة جدا للشعر. قبل ما نتكلم عن وصفتنا والمنتجات اللي معانا النهاردة، احب افكركم باشتراك في قناتنا وصفات الجمال مع ليالي. ولو عجبكم الفيديو في نهايته تعملوا لايك وشير عشان يوصل لاكبر عدد منكم، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد بننزله. النهاردة هنتكلم عن وصفة حلوة جدا ومفيدة جدا لشعرنا وفروة شعرنا. هنتكلم عن وصفة البيض وزيت اللوز الحلو. زيت اللوز الحلو او زيت اللوز عموما مفيد جدا 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 للشعر والبشرة. بيغذي وبالنسبة للشعر بيطر الشعر جدا وبيمنع تساقطه. كمان بيغذيه وبيساعد على تطويله. البيض بقى احنا هنستخدم في وصفتنا النهاردة بيضة واحدة بس، وطبعا حسب طول الشعر هنستخدم كمية الزيت. يعني ممكن من 3 معالق كبار ل4 معالق كبار حسب طول الشعر وكثافته. هنخلط الزيت مع البيضة. احنا عارفين كلنا ان البيض غني جدا بالبروتين وكمان مليان بالكولاجين الطبيعي. هنقلبهم جدا مع بعض وهنخلطهم كويس مع بعض. ولو عايزين نزود القيمة بتاعة الخليط او الماسك بتاعنا النهاردة، هنضيف معلقة واحدة من عسل النحل وهنقلبهم كويس مع بعض. وهنقسم الشعر فراغات كده او من خلال مشط هنقسمه لاجزاء، ونحاول نغلغل الماسك او الخليط بتاع الشعر في كل انحاء الشعر، الجذور وكمان الاطراف، ونعمل حركات دائريه زي تدليك كده عشان ننشط الدوره الدمويه في فروه شعرنا، وعلشان يوصل الماسك بتاعنا لكل مكان في شعرنا كل شعرايه. الماسك ده مفيد جدا، بينعم الشعر زي ما قلنا وبيطريه، وكمان بيساعده المكونات اللي فيه بتساعد جدا على تطويله في فترة قصيرة جدا. وكلنا عارفين فوائد زيت اللوز وكمان فوائد البيض للشعر، وان شاء الله هنتكلم عنها بالتفصيل في فيديو تاني. وهنتكلم برضو عنها في ماسكات كتير هنستخدمها للمساعدة في تبييض ونعومة الجلد ان شاء الله. ده كانت وصفة بسيطة النهاردة لنعومة الشعر وكمان زيادة كثافته وتطويله. ما تنسوش الاشتراك في قناتنا من هنا وتشوفوا كل الفيديوهات بتاعتنا من هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم ملكات مع ليالي.